الشيخ مصطفى البكري رحمه الله تعالى كان له كرامات كثيرة جدا. الشيخ مين؟ مصطفى البكري رحمه الله تعالى. مصطفى البكري؟ مش مصطفى البكري ده الإعلامي ولا أنت قصدك مصطفى كمال الدين البكري بتاع الطريقة الخلوتية المتفرعة من الطريقة السهروردية؟ ركز معايا الله يرضى عليك، عشان الشيخ التاني برضو اللي بعد ده صاحب الكرامات الكبيرة برضو تبع الطريقة الخلوتية المتفرعة من الطريقة السهروردية، طريقة السهروردي المقتول. ركز معايا بالله عليك. عارف بقى ابن حجر العسقلاني قال ايه على السهروردي المقتول ده؟ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان اكد ان هو قتل لسوء معتقد بس. فانا عايزك تعرف ان اللي هيتكلم عنهم النهارده متفرعه من الطريقه بتاعتنا. من ضمن هذه الكرامات انه كان ينفق من خزائن العرش. ينفق من خزائن العرش؟ انت متخيل ان العرش بقى له خزائن؟ احنا سمعنا عن خزائن الارض، لكن اول مره هتسمع عن خزائن العرش عند الصوفيه بس. كمل. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان هو كان له مصارف متعدده ينفق فيها النقود، ولم يعلم له جهه محدده ياتي بها بنقود. يعني عواطلي مش بتاع شغل، ما نعرفش الفلوس دي بتجيله منين، لكن عارفين هو بيصرفها فين، لكن بتيجي منين دي مش عارفين. كان بينفق من خزائن العرش حتى من بادنى مصرف من المصارف التي ينفق فيها الشيخ مصطفى البكري. فقال لك ان هو ينفق من خزائن العرش ويعطي اعضاء من لا يخشى الفقر. كان بيدفع كده بالهبل كده، لكن بيجيب الفلوس منين مش عارفين. هتعرف في الولي اللي بعد منه. ومن ضمن ايضا كرامات سيدنا الشيخ انه اخذ عليه العهد 7 طوائف من الجن. 7 طوائف من الجن خدوا عليه العهد. ماشي، كان بيحضر جن، مش مهم خلينا نكمل. اخذ على العهد على سيدنا الشيخ مش الانس بس، ده كمان الجن. واخذ عليهم العهد الا يؤذوا احدا سلك طريقه، سواء يعني مش يؤذوا اي حد مسلم، لا، اي حد سلك طريقه. يعني لو واحد تبع الطريقه الرفاعيه ذو عادي. واخد بالك من الوالي ده، واخد بالك من الكرامه دي. يعني انا دلوقتي احضر جن اقول له بالله عليك يا جنون ما تاذيش حد من عيالي، لكن عيال الجيران عادي. اخذ العهد من الشيخ او من ذريه الشيخ او من خلفاء الشيخ. شفت بقى؟ اي حد يسلك الطريقه وياخد العهد من عيال الشيخ وعيال عيال 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 عيال, عيال. فاي واحد دلوقتي ملبوس ولا حاجه يقول له يا عم روح اشتغل عند الخلوتيه وانت هتبقى كده. ده واخد عهد من 7 عائلات ولا 7. كمل يا كبير. وليه كرامات كثيره جدا جدا. ان هو راى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مره في المنام، فسالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا مصطفى. بص انا مش يعني ما تقدرش تنكر على واحد بيقول راى رؤيه في المنام. هم طبعا الصوفيه بيقولوا ان هم بيشوفوا النبي يقظ عادي، فيمكن ده عادي شافوا في المنام. ما تقدرش تقول له انت كذاب ولا لا، الا اذا بقى قال حاجه تخالف الشرع. يعني مثلا حتى لو شاف حاجه ما ينفعش تبني عليها احكام شرعيه، لان الاحكام الشرعيه ما بتتاخدش من الاحلام. هذا الذي انت فيه ممن؟ فقال منك يا رسول الله. شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فبيقول له يا مصطفى انت اللي فيك ده من ايه؟ قال له منك يا رسول الله. شوف الرسول قال له ايه؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. الرسول قال له نعم، كل اللي انت فيه ده مني انا عليه الصلاه والسلام. ده يعني اشاره وبشاره للشيخ ان هو سائر على الطريق الصحيح. الشيخ مصطفى البكري له مؤلفات كثيره جدا جدا، له مؤلفات تربو على 200. له مؤلفات كتير 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 خالص، يعني ما فهمش حاجه قرآن وسنه. مش عارفين بقى. طبعا انا ما بطعنش في الشيخ مصطفى البكري الاعلامي ده ولا كان التاني ده، مش عارفين عنه حاجه، لكن اللي انتوا بتقولوه ده يخالف القرآن والسنه. تقولوا بقى المصطفى البكري لاحمد موسى اللي مش عارف مين تاني، ماليش فيه. وده طبعا مشهور في الطريقه الخلوتيه. نسمع بقى الشيخ التاني للطريقه الخلوتيه. سيدنا الشيخ أحمد الدردير يا مولانا سبحان الله قال والده كانت له كرامات. ايه يا مولانا كرامات؟ قال كان يفتح الباب بلا مفتاح. كان بيفتح الباب بلا مفتاح. طب ايه الكرامه في كده؟ اي واحد نجار ممكن يفتح الباب من غير مفتاح، يعني اي واحد حرامي يفتح الباب من غير مفتاح عادي. يعني لا يستعصى عليه الباب، يقرأ عليه سورة معينة، يقرأ عليه سورة معينة. يعني مش قول له بتاعت حمص بومص ديت اللي يفتح يا سمسم دي وبتاع، لا، يقرأ عليه سورة يفتح الباب. طب هو ايه الكرامه في ان ربنا يديله حاجه انه يفتح حاجه مش بتاعته ويفتح له باذن الله؟ طبعا هذه واحد يقول لك ده انا لو معايا الموضوع ده ويفتح لي الباب بدون مفتاح لا اعمل واسوي. لا، ما هو هذا طرح نفسه على باب الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا عم الشيخ محمد ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم هذه قالوا كده انه يفتح اي باب. فاكرين الولي اللي كان بينظر من وراء الجدار؟ فاكرين اللي كان يبص كده مفيش جدار، هو بيشوف اللي الناحيه الثانيه. فالمذيع بيساله بيقول له طب لو واحده ست؟ قال له ما هو هنا الولايه بقى انه يغض بصره، يعني يبقى معدي كده وبنت الجيران لا مؤاخذه في الحمام فهو يغض بقى. شفت يا اخي الكرامات اللي بياخدوها الصوفيه؟ عادي. فعادي ده بيفتح من غير مفتاح والتاني بيبص من ورا الجدار. كرامه يا عم، كرامه يا باشا. مفيش ستر بقى ولا الكلام ده كله. لا 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 لا، دول اولياء يابا يا سيدي. اصلا الكرامه يعني ايه؟ المفروض
المفروض ان الولي اللي معه كرامه لا ينافس بها احد ولا ما بينافسش بها احد يظهرها امام احد ولا يظهرها على احد. طب انتوا عرفتوها ازاي؟ لا عادي، كان بيفتح الباب، فتح باب فلان وفلان وعلان، كان بيخش علينا كده من غير ما يخبط. يعني دي في حاجه احد كده خاصة الاولياء بينه سمعت انه في مره من المرات حتى لا كان ذهب ليتوضا وهو بيستخرج الماء، خرج معه ذهب. وهو بيتوضا خرج معه ذهب. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد بالشهر والشهرين ما يتقادش في بيته نار. ليه؟ مفيش غير الاسودين، الميه والتمر بس. ليه ربنا بقى ما ادالوش اللي هو ما كانش بينفق من خزائن العرش؟ نبي لا، كان بياكل من عرقه. نبي صلى الله عليه وسلم مش قاعد كده وبينفق من مش عارفين بيجيب منين الفلوس، مش عارفين والله. الذهب بس هو مش عايز الدنيا. هو مش عايز الذهب يا عم. يعني ربنا اداله حاجه هو مش عايزها. يعني انا ما كنتش عايز ذهب يا رب، يعني هات لي اي حاجه تانية. يرمي الذهب ويقول انا عايز ميه. انا عايز ميه. يرمي الذهب ويقول انا عايز ميه. سبحان الله يا اخي، سبحان الله. ما تاخد الذهب وطلعه للفقراء والمساكين، انصر بيه الاسلام والمسلمين. لا احنا عايزين ميه، دينا ميه. يا من ترجون بغير الله عونا غوثا طلبا مددا، يا سيدنا الحسين مدد. كيف لعبد يدعو عبدا لله يذل له سجدا، فوليكم خلق الله وبغير الله ما وجدا، يا من تدعون من ماتوا هلكوا دفنوا صاروا دودا، لضريح يحويه به تأتون ركوعا وسجودا، لله جعلتم أندادا وعليكم يأتون شهودا، إن كربا حل بكم يوما تأتوا ضريحا حجرا طوبا، ووليا لا يدفع كربا بل عاش مصابا مكروبا، كيف يصرف أمر الناس من عاش مريضا مجذوبا، يا من ترجون بغير الله عونا غوثا طلبا مددا، كيف لعبد يدعو عبدا لله يذل له سجدا، فوليكم خلق الله وبغير الله ما وجدا، أفقيرا جئتم يغنيكم هل يغني من عاش زهيدا، ترجون شفاء بولي ووليكم مات مريضا، ترجون بهم قرب الله ما كان الله بعيدا، حاشاه ما كان بعيدا، مد يديك وصل لله لا تقطع يوما مولاك، فالموتى لن يصلوك به لن يصلك بالله سواك، لن يصلك بالله سواك، لا تجعل لله وسيطا إن تلقى الله سيلقاك، إن تأتي الله على مهل لمضى هرولة وأتاك، لمضى هرولة وأتاك، ادعوا ربكم فقريب سيجيب كما في القرآن، أوليا يدخلكم جنات أو ينقذكم من نيران، بل ياتي ذليلا منكسرا يرجو رحمات المنان، يرجو رحمات المنان.